حياكم الله. أريد أسأل سؤال، شنو الجريمة المرتكبها حيدر الحمداني؟ شو مسوي؟ كاتل؟ ناهب مثلا؟ شنو القضية اللي صايرة وياه؟ ليش هذا القبض عليه؟ ليش هذا الترويع؟ ليش هذا الوضع اللي يعيشه؟ يعني حيدر الحمداني طلع حسب مو زين بعد ما كشف هاي القضايا اللي هي بالآلاف، بعد ما رجع المليارات للدولة. المفروض هذه الشخصية مو تتكرم، المفروض هذه الشخصية مو تشجع، المفروض مو هاي الشخصية كل الجهات التنفيذية تكون وياها وتدعمها، وبالإضافة للجهات الرقابية. رجال جاي يؤدي دوره، يؤدي عمله، وما قال شيء غلط. يعني مثلا لو متبني له على واحد، لو مبتز له واحد، لو مهدد له واحد، لو بايق له من واحد، تقول فيها باب وجواب، يستحق القانون يطبق على الجميع. لكن الرجال يحكي بوثائق، ويحكي بناء على كلام ناس متنفذين، ويحكي بأدلة. مباشرة إلقاء القبض، مباشرة إلقاء القبض. يعني احنا كصحفيين شلون يعني تريدنا نشتغل بهذا الجو، بهذا الوضع؟ شلون تردونا نخدم ناسنا؟ شلون تردونا نأدي رسالتنا؟ شلون نوصلها؟ يعني أنا ما أقدر أحكي لي كلمتين أخاف من إلقاء القبض، أخاف واحد يرفع علي دعوة، أخاف واحد يسجني يحرمني من أطفالي، أخاف. يعني أنتم عيشتونا بهذا الرعب. إحنا فوق رعب يعني رعب الشارع والتهديد والوضع، أنتم وصلتوا إنه حتى صار يخاف من كل شيء. يعني أنتم تريد تقولوا لنا انطم ولا تحكي، انطم ولا تحكي باسم الناس الفقراء، انطم ولا توصل صوت هاي العالم التعبان، انطم إذا شفت لك فساد، انطم إذا شفت لك شيء غلط، تسكت إذا شفت ناس تلعب بالمال العام وتبذر بالمال العام وتستغل نفوذها وتستغل سلطتها، تسكت. مو من حقك تحكي، مو من حقك تحكي. حط راسك بالقاع مثل النعامة. بس اللي نقولها مع الأسف وصلنا لهذه المرحلة. مع الأسف إنه صار الصوت الحقيقي والإعلام القوي واللي يريد يوصل صوته صار مهدد بهذه الطريقة. زين احنا البقية الإعلاميين شنو وضعهم؟ شنو أمورهم؟ يعني حيدر على الرغم من ما قدمه من ملفات، اليوم إلقاء القبض عليه. يعني وهذا سؤال أيضا ينوجه لنقابة الصحفيين، تدرون ولا ما تدرون؟ عين أستاذ مؤيد اللامي، تدري بهذه القضية لو ما تدري؟ عندك علم لو ما تدري؟ إذا عندك علم ليش أخويا ساكت؟ وإذا ما عندك علم هذا قدامك الكلام، قدامك هذا الوضع. الصحفيين بهالطريقة صار يتم التعامل وياهم. أي شخص يصير قوي ويحكي بضمير ويقدم خدمة للناس يتحارب، يتكسر. فأنتم لكم دور حتى نفتهم، ما لكم دور هم قولوا لنا حتى نقعد ببيوتنا، نقعد ونسكت حالنا حال العالم، لا نقدم ولا نأخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.